هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي تطلعي ابنك واثق من نفسه وراجل، يعني يشيل مسؤولية. الراجل الواثق من نفسه مش بيتخلق فجأة، هو بيتبني كل يوم بطريقة التربية والتعامل، وده كله الأم هي ليها الدور الكبير في كده. خلينا أقولك الحقيقة من غير تجميل، الولد مش بيطلع قوي بالكلام، بيطلع قوي من اللي بيشوفه ويحسه في بيته. يعني ايه؟ اول حاجة ابنك محتاج يحس انه ليه قيمة، مش كل شوية تصححيله او تنقديه. لما يغلط اهدي ووجهيه، بس من غير ما تكسريه. الولد اللي بيتكسر كلاميا بيكبر مهزوز حتى لو شكله قوي. تاني حاجة سيبيه يعتمد على نفسه، ما تعمليش ليه كل حاجة، خليه يلبس، يختار، يغلط ويتعلم. الثقة بتيجي من إحساسه إنه أنا قادر. تالت حاجة احترميه قدام الناس، بلاش تزعقيله أو تقللي منه قدام حد. كرامته وهو صغير بتساوي شخصيته وهو كبير. رابع حاجة علميه يتحمل نتيجة أفعاله، مش كل مرة تنقذيه. لو غلط يخسر حاجة بسيطة ويتعلم، ده بيعمل منه راجل مسؤول مش مدلل. خامس حاجة الكلام اللي بيسمعه مهم، قوليله أنا واثقة فيك، أنت شاطر تقدر تعملها. الكلام ده بيزرع جواه صوت داخلي قوي. سادس حاجة وجود أب أو قدوة رجالة مهم، والأب موجود خليه يقرب منه، لو مش موجود خلي في قدوة كويسة حواليه، خال، عم، مدرب. سابع حاجة دي مهمة جدا، ما تربيوش على الخوف، في فرق بين الأدب والخوف. الولد اللي بيخاف زيادة بيطلع ضعيف وبيتمرد. الخلاصة ببساطة ابنك هيبقى واثق لما يحس انه محبوب، زائد مسموع، زائد عنده حرية، زائد بيتعلم من غلطه مش بيتعاقب عليه طول الوقت. الثقة مش صوت عالي ولا عناد ولا انه يفرض رأيه على الكل. الثقة الحقيقية هدوء، نظرة ثابتة، وكلمة طالعة من واحد حاسس بقيمته. ابنك طول ما هو شايف نفسه صغير في عينك هيفضل صغير في عين نفسه، وطول ما هو حاسس انك شايفاه مش كفاية هيفضل طول عمره بيدور على حد يقوله انه كفاية. في ولاد كتير بيكبروا شكلهم رجالة، لكن من جواهم لسه طفل مستني كلمة حلوة، مستني حد يصدقه، مستني حد يقوله انا شايفك. واحيانا بيغطوا ده بالعصبية او الصوت العالي، بس الحقيقة انهم مش واثقين، هم بس خايفين. الولد اللي بيتربى وهو حاسس ان صوته مسموع، وانه وجوده مهم، وانه مش لازم يبقى كامل عشان يتحب، بيكبر ثابت، مش بيتكسر بسهولة، هو مش بيتهز من اول كلمة. لكن اللي بيتربى على المقارنة او اللوم او انه دايما غلطان بيكبر شايل جواه صوت قاسي، بيجلده قبل ما حد يكلمه. حتى لو نجح مش بيصدق نفسه، وحتى لو كسب حاسس انه مش كفاية. ابنك محتاج يحس ان البيت مكان امان مش محكمة، مكان يرجع ليه وهو مطمن، مش خايف يتلام او يتقارن او يتحايل على كل نفس. الرجولة مش قسوة، الرجولة توازن، انه يعرف يمسك نفسه ويعرف يعبر ويعرف يقف لوحده من غير ما يدوس على غيره. والاهم من كل ده ابنك هيتعلم منك اكتر من كلامك. لو شافك قوية من غير ما تكسري حد هيتعلم القوة الصح. لو شافك بتحترم نفسك وحدودك هيتعلم يحترم نفسه. لو شافك بتعدي الازمات بهدوء هيتعلم ان الرجولة مش صريخ، الرجولة ثبات. وفي الاخر انت مش بس بتربي طفل، انت بتبني صوت جواه هيفضل عايش معاه طول عمره، يا اما صوت بيقويه يا اما صوت بيكسره، فخليه صوت يطمنه مش يخوفه. والى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامة.